الفيديو ده هنكمل مع روبي تحليل القضية من وجهة نظرها هي. طبعا كان في فيديو سابق للفيديو ده. هنكمل النهاردة كلامها، وهي دلوقتي بتقول من كلام أبو شهد الإدانة والأدلة اللي بيدينهم، ومن كلامهم جميعا كل كلمة كانوا طلعوها لها دلالة إن هي أو إن هم مدانين في المشوار ده. ما احنا لازم نفكر هي ساكته ليه؟ ايه اللي يخليها ان هي يعني ساكته؟ ما احنا لازم نفكر مهدده فيها برضه. مهدده بالابناء. سكوتها دوت اكيد وراه حاجه. مهدده بالابناء الله مثلا. اعلم. لا، ابنائها كانوا عند اهلها. الله اعلم. لا الله لا اعلم هي بصي، متهدده بايه. بصي لا هي مش متهدده باولادها، هي مش، وانا مش مقتنعه. معلش اللي عامل دوشه بس يعمل ميوت. انا مش مقتنعه تماما بحوار اولادها ان هي مهدده باولادها، انا مش مقتنعه بالحوار ده خالص، لان هم اولاده برضو، فانا مش مقتنعه بالحوار ده. دعاء يا اما شريكه معاهم يا اما متستره وشافت، هي شريكه، ان هي ممكن تكون شافت مثلا، اتوقع ان هي تسترت عليهم يعني، فاذا هي شريكه برضه. يا اذا هي روبي شريكه برضه. لا يا روبي، هم بعتوها فوق تجيب الشلاتت ولا مش عارفه ايه، تجيب من فوق، وراحت شافت فاطمه وقعدت تشوف فيها فصوروها، بيقول لك صوروها وهددوها بالتصوير، ان انت لو ما ايوه اعترفتيش هنوديها التصوير. وابو شهد نفسه قال معايا فلاشه تدين دعاء ان هي القاتله. كل الكلام اللي بيطلعه من بقه ده ليه ايوه هنحسبه هبد؟ ليه هنحسبه هبد مع انه مصدقينه في حاجات كتيره جدا؟ لا مش هبد على فكره، وممكن تكون دي مسج منه عشان توصل لها بالتهديد ان هي تفضل على مبدأها، يا اما يعدموها هتوصل لها من يا خلال اما مين يا تعدم. فندم؟ هتوصل من لها من خلال خلال مين؟ مين؟ صح من خلال كلام المحامين جميل، انا بتوعها، سمعت من الكلام خلال ده. المحامين بتوعها، كل حاجه بتوصل. دي يعني كل مسج من حاجه تحت، من بتحصل. تحت الماء حضرتك، دي مسج ان هو يطلع يقول انا معايا فلاشه ويرجع يقول لا انا كنت بهزر. لا يا روح امك، ما فيش حاجه فيها هزار يا حبيبي، دي ما فيهاش دعاء هزار. صور دعاء وهي اما تقول يا معايا جماعه، فلاشه وترجع تقول ده خيال انا علم كنت واسع يا جماعه. بهزر، ما ده فيش خيال الكلام علم ده. واسع. ده خيال علم واسع، مش هطلع اقوله على العام. ما معلش احنا مش هطلع اقوله ملناش على فيه. العام. بص، خيال العلم الواسع ده طالع من حد طالع من حد من بيتهم، انا ماليش فيه. خيال واسع بقى، خيال ما اللي مش واسع صدقوش انا ما ماليش دعوه. صدقوش يا انا فندم. ليا دعوه ان في ما قضيه. لا صدقوش ما ما صدقوش ليه صدقوش. يا فندم؟ ليه لا ما ما هقول صدقوش ليه يا صدقوش؟ سؤال يا فندم؟ فندم، بيحكي سؤال يا ازاي؟ فندم، ليه ما ليه سؤال يا صدقوش؟ جماعه، يا جماعه بالراحه، طب مصدقينه في بالراحه. حاجات كتيره جدا طب وطلعوا بالراحه، باركوا له بالراحه، وطلعوا بالراحه، عشان باركوه. هنتخانق بس ليه ما صدقوش؟ بالراحه، عشان اقتنع انا كمان يا فندم، عشان عشان اقتنع الناس انا كمان، تسمعنا. احنا كده بنتخانق يا جماعه، مش عشان بنتناقش. اقتنع انا كمان برضه، انا عشان معلش يعني انا اقتنع. ينفع يقول حاجتين؟ ان شاء الله يا استاذه استاذ بسمه خالد، زمانها جايه يا جماعه. الناس اللي بتسال على استاذه بسمه استاذ زمانها خالد، جايه. استاذ بتعمل خالد، حاجه بس كده استاذ وجايه. خالد، انت اتفضل يا دلوقتي فندم. بتقول لي ما تصدقهوش في حاجتين اقوى من بعض وابشع من بعض وتصريحين ما ينفعش تمام، نعديهم مرور الكرام. اصدقه في ايه؟ ممتاز. اصدقه في هبل وعبط؟ اصدقه في لحظه واحده ايه بس، يعني؟ مش ماشي. طب حضرتك ممكن اتكلم انا بقى؟ فاهم. تمام. الاعترافين اللي هو اعترافهم دولت، تمام، على مسمع من العاميه كلها، وبرنامج من اكبر برنامج التواصل الاجتماعي زي التيك توك، وبيسمعوا ملايين الناس. يا ترى، وحضرتك مصريه وعارفه زي كده، جميع البثوث المصريه دلوقتي او الموجوده، يا ترى مش متراقبه من المباحث العامه او مباحث الانترنت؟ لما حد يطلع ويقول تحت بيتنا اثار، ده تاني يوم او مش قبل ما هو يقفل ما قالش تحت بيتنا اثار، بيقول لك جالنا في الشيوخ شيوخ، قالوا لنا ان في بيتكم شيوخ فيه اثار، ما في قالش شيوخ تحت جالي، بيتنا اثار. في شيوخ جالي من قبل ما يقفل اللايف، المباحث مش هتنط عليه لما يطلع هو يقول تقريبا انا معايا، لما يطلع يقول وهترد انا معايا عليه، هو فلاشه. طلع حاجه اصلا ولا في اثار يا خالد؟ ما ده اعتراف ماشي. واضح، ما هيطلع يحققوا بالكلام دوت لما انا يطلع عايزه يقول انا اسال معايا استاذ خالد. فلاشه وانا مصور انا الجريمه. خلي بالك. ايوه ايوه لما يا يطلع استاذ يقول خالد، انا يعني مصور حضرتك، الجريمه. يعني حضرتك عايز تقول ان هو ما قالش ولا عايز حضرتك تقول ايه؟ مش لا فاهم. لا هو بقول لك قال، بس يعني كلامه ده مش هيتاخد ان هو فعلا في ماشي، حاجه. ايوه. بيقول لك قالوا لنا شيوخ جم قالوا لنا بيتكم فيه اثار، وهي بورسعيد هو فيها اثار. هو مش، بص يا كريم، هو مش بيحكي من نفسه. لما سأله هو قال له ايه حكايه ان الجيران كلهم والناس بتقول وكلام كتير بيتقال، اما زنقوا مذيع مصر ووجه له سؤال باتهام، هو ما قالش بيفضفض هو، فهو سرح بخياله الواسع. لا هو مش بيفضفض، هو ما اتزنق في ما اتزنق في سؤال فرد، كانت دي اجابته، والاجابه برضو غير منطقيه. قال له بس ايوه، اجابه غير وحصل. منطقيه، صح. ايوه بس قال لو له كان مضيع وشارب حاجه يعني حلوه. الاجابه دي بتقول ان الناس دي شغاله في الاثار، يعني انا اخد من اجابته دي ان هم بتوع ايوه اثار. هو انت فاهم انا عايز اقول يعني ايه؟ يعني اقنعني كريم. اما ابو الولاد، ابو البنات اللي هو زوج دعاء، يتصل بابو دعاء ويقول له هنلم الموضوع ب 200 300 الف ولا 500 الف، ولا انت جايب الفلوس، انتوا جايبين الفلوس دي منين؟ انتوا جايبين هيعمل الفلوس دي ايه؟ منين؟ اما ظهرت له مكالمه بيقول فيها ان هو هيدي مش عارفه 200 300 الف لمين هيلم وهيوزع. الموضوع، هو هيلم انتوا الموضوع. يلموا الموضوع بمش عارفه بكم 100 الف. لا انتوا معاكم فلوس اهو، جايبين بقى الفلوس دي منين؟ وانتوا الناس عماله تقولوا باليوميه باليوميه باليوميه. يعني يعني انتوا اثار، معاكم 100000 كده معاهم فلوس؟ اثار هو برضه. انا اللي بقول ولا هو اللي قال في المكالمه يا جماعه؟
انتوا هتجننونا. مش هو اللي قال 300,000 يا استاذ كريم، يا استاذ كريم، 300,000 هو اما اتكلم انت كان في اما انت مكالمه. اما انت عايز هقول لحضرتك انا هقول لحضرتك انا في المكالمه دهيت لما كان مع اخوها وبيتكلم معاه اهو وبيقول أستاذة له منال تحت هنلم بتقول لك الدور، هنرجع الفلوس للأرض. دهيت تدفع على اساس ان هي تدفع لاهل فاطمه عشان تبقى زي فديه ليها، عشان ان هم اللي يتنازلوا عن القضيه. المكالمه ديت فعلا يعني اتجت انتوا على التيك توك والناس بتتكلم فيها. ايوه حقيقي. طب ما هو قال لك يعني هيدي انتوا معاكم حته ارض 300,000 ويديله 200,000 ولا 300,000 عشان يسكت عم خليل، هو يعني قال انتوا كده اه. يعني انتوا معاكم 200,000 لابو خليل ومعاكم 300,000 وهيلتي ومعاكم ما شاء الله، يعني ما شاء الله الفلوس اهي جميله، فلوس مش انا جميله. لسه قايله يا كريم يا كريم، انا كل يوم، معلش اعملي ميوت يا عدد. انا كل يوم اما بفتكر احداث الجريمه وان هي كانت في يوم في رمضان يا كفره، في يوم في رمضان، وان البنت دي بمنظرها بشعرها المنكوش مش عايزه بس اذكر احداث بتتعبني نفسيا. البنت دي شافت جميع انواع التعذيب، البنت دي اتضربت، البنت دي اتعذبت، البنت دي اتشنقت، البنت دي اتعلقت، الشنق اللي غير كامل ده، البنت دي شافت جميع انواع العذاب. حسبي الله ونعم ثواني الوكيل. بس ثواني بس، طب مش ده الله هيترجمه ونعم تقرير طبي الوكيل. ولا انت شايف ربنا ايه؟ ينتقم، ربنا ينتقم منهم. البنت دي اتعذبت يا اتبهدلت. فندم، اتضربت واتعذبت. طبعا حضرتك كده طبعا حضرتك شفت يا فندم انت ايوه كده شعرها بتشككي منفوش، ابوها يا قال جماعه. ان في شعرها فرق، في كان فرق منفوش. يا شعرها فندم، منكوش معلش يا يا فندم، فندم، شعرها معلش منكوش، في والتحالات فرق ما اللي بين كل فاكريها شعرها البنت دي منكوش. اتعذبت، البنت دي اتعذبت. وانت حضرتك ما كنت فيش اي معاهم. اثار تعذيب عليها على جسمها انا تطب الشرع شافه. لا انا ما بقولش اتعذبت بالكرباج يا فندم، انا بقول اتهانت واتعذبت بشعرها المنكوش. انا ما قلتش ضربت 50 جلده. لا شعرها منفوش، واهلها قالوا لا شعرها كفايه كان ان منفوش. كفايه ان هي الدم اللي على بقها ده كان كتمان نفس. دعاء هتكتم نفسها. خلاص يا جماعه، خلاص الدم اللي على بقها، الدم اللي على بقها ده كتمان نفس. ده حد راجل. احنا بنجادل في ايه يا جماعه؟ القضيه واضحه. لا حسبي الله ونعم الوكيل. مستحيل حسبي الله ونعم دعاء. الوكيل في اللي قتلها، حتى لو مستحيل بشاهد، دعاء لو بشاهد، لو شاهد اي مخلوق ربنا ينتقم منه دنيا واخره. لان ده ضيعوا فعلا حق، ضيعوا طفله صغيره. تمام. في بس نهار رمضان، في نهار رمضان والناس صايمه، الناس بس ما صايمه. ده نتكلمش بيت يا ريا فندم، لا ما وسكينه، نتكلمش ده ونقول بيت ريا اثار وسكينه. واثار، ما نتكلمش ونقول حسبي الله اثار ونعم واثار. الوكيل. ريا وسكينه ما عملوها، قتلوا في رمضان، ريا وسكينه ما عملوها. ولكن واضح من كلام استاذه روبي او من الناس اللي بتتكلم يعني ان العيله مرتبه قبلها، يعني انا ما فيش دليل على الحته دي. مفيش. ما هي دي المشكله بقى يا كريم، هي دي المشكله بقى، هي دي المشكله ان مفيش. امال احنا بنلف في دايره بقى لنا 7 شهور ليه؟ طب عشان هم مفيش ما لقوش دليل. غير رمضان ويموتوها في رمضان. في رمضان والناس صايمه. ده اللي بيشتم حد، يعني الواحد اما بيحصل له بيحصل شتيمه من حد في رمضان، الواحد بيدور وشه ويسيبه ويمشي عشان صيامه ما يضيعش عليه. انتوا وصلت للقتل. الدافع يا فندم، الدافع يا استاذ كريم، وبعدين يا روبي يا استاذ موضوع كريم ده كمان السحور هذا محمود. تمثيلية. يا استاذ صوت يا جماعة. كريم، استاذ كريم ده كمان محمود دخل لها ساعه بعد ما هم ما اتسحروا، لما البنت ما رضيش ان هي تتسحر دخل لها قدام والدتها وراح بايس على دماغها وقال لها ما تزعليش حقك عليا. حتى امها ما تعرفش هو بيتحق لها على ايه. يعني محمود يعني بعد ماما السحور تعرفش دخل والبنت كانت لفاطمه ساكته يعني. وبيقول وامها لها دي معلش حقك عليا. انا مش متعاطفه، هو بيتحق لها على ايه؟ لا انا مش متعاطفه مع امها دي يعني نهائي يا كريم. انا مش متعاطفه مع مامتها نهائي. لان لا بقول لا. بصي انا دلوقتي بنتي معزومه عند نسايبنا، تمام. انا مش متعاطفه مع امها نهائي دي كمان، عشان انا بنتي دلوقتي ما حكتش لامها ببقها وزعلانه. ما اروحش اخدها على جنب اقول لها انت في ايه يا بنتي؟ كان زمانها وفرت علينا القرف والعك والمعجنه اللي احنا فيها دي كلها. مش متعاطفه معاها نهائي. كانت حبساهم في الاوضه، مش عايزه اقول اسباب، الاسباب شهد كانت حبساهم بالاوضه وكانت لا معلش أمها تعبتنا ايه؟ اقول لها في قالت ايه لها لما بالظبط؟ في نروح ايه وانت يا بيتنا. بنتي زعلانه ليه؟ زعلانك في ايه؟ الا قالت لها مش كده امها بارده. معلش لا يعني مش انا مش عايزه برضه اتعصب. لا في حدود. طب احنا هنتخانق ولا ايه يا استاذه؟ طب بصي امها دي عارفه بلاوي ساكته. لا حرام، امها سالتها قالت لها بس قسما نروح بالله بيتنا هقول لك. امها دي عارفه بلاوي ساكته. امها ايه؟ في بلاوي. امها دي عارفه بلاوي ساكته. عارفه والله بلاوي. عارفه بلاوي ساكته؟ لا ما اعتقدش، لان هي قعدت لا حرام، لمت كل أمها حاجه، مفيش حاجه ما لا إله قالتهاش. إلا الله. بصي يا اميره كسي معايا يا استاذه اميره، بس الراحه في حضرتك. استاذه اميره